انا بقالي فتره والله بفكر في موضوع الفيديو ده، من اول قصه احمد رفعت وبعديه قصه جنى ولا جنة وشاذة وغيره وعجل وناس ماتت. لان انا صراحه ليا راي بيبقى مختلف شويه في الحتت دي، بيضايق بعض الناس بس انا هقوله وخلاص يعني. احنا بنفكر دايما بطريقه فيها يعني بنحاول نبص دايما احنا على الموقف، ولان احنا شعب عاطفي وبنحاول نتفاعل مع الموقف يمين وشمال والكلام ده كله. الحاجات دي كلها اساسها، يعني مشكله الحاجات دي كلها من الاول خالص ان الاداره بزراميط صفر صفر. يعني واحد زي احمد رفعت، الراجل ده كان بيلعب في نادي وعنده تجنيد وقصه وجاي مسافر. انا عايز افهم ليه ما يبقاش فيه آلية، لان في لعيبه، ما تقنعنيش ان كل اللعيبه اللي احترفت في مصر دي كلهم وحيد ابوه وامه، يعني مفيش حد فيهم خالص عنده اخ. اكيد سافروا بطريقه او باخرى، بصرف النظر عن ايه هي الطرق. طب ليه ما يبقاش في آلية اصلا للقصه دي؟ يعني ليه ما يبقاش في ان اللعيب اللي هيحترف ده طالما عنده تجنيد يبقى لمده سنه، او مده تجنيده قد ايه؟ مدتها سنه، ان يبقى في عنده 20% من دخله يدفع للقوات المسلحه، حقهم، لان الراجل دلوقتي ده على قوتهم عنده تجنيد، يبقى يدفع من السنه دي دخله، او 20% 50% يا سيدي من دخله، ويبقى الراجل يوافق وده يبقى فيها شرايح. الكل يستفيد ساعتها، دخل عمره صعبه للبلد والواد مستقبله كويس لكن الافكار دي ما بتتحطش، مش عارف ليه ما بتتحطش. يعني تلاقي ناس بتسافر وناس بتقعد وناس تدخل طلائع الجيش وناس تدخل مش عارف الشرطه وناس تدخل مقصه وناس تموت، لان ما فيش نظام. القصه بقى مين السبب فيها المره دي؟ بصراحه دي حاجه طبعا هم ان شاء الله يعملوا تحقيق وهيوصلوا لها، بس صدقني هيبقى في كذا احمد رفعت طول ما هي كده. وعايز اقول لك حاجه، يعني انا بكل اسف واحد من الناس اللي جالهم ازمه قلبيه قبل كده في 2015 وجالي جلطه خلاص، ان حد يوصل لده، وانا جات لي برضو بسبب ضغط نفسي لسبب ما، ان حد يوصل لحاجه زي كده، دي مش بتبقى يعني دي نهايه القهر، نهايه القهر. يعني انا ساعتها متهيألي لو كنت مت ما كنتش يعني ما كنتش هحس ان انا فقدت كتير ورايا، خلاص انت بتكون وصلت للقاع خالص، قاع تماما ميت قلبك اتفشخ، اتجلط كده، الواد ده كده. يعني الواد ده حتى يا عيني بعد ما جاله الهارت اتاك، بعد ما جاله القصه دي في الملعب، خرج لسه يا عيني مش قادر يجمع نفسه لسه القهره فشخاه، ما قدرش، مات. القصه بتاعت البنت التانية ومش عارفه ايه وجانا، نفس القصص كلها والله. انت بس مشاكل اداريه بقى في توب مختلف. بيقول لك اصل اللعيبه بياخدوا 1500 جنيه في الشهر مرتب. يعني بتاخد 1500 جنيه في الشهر مرتب، بتلعب سباق عجل وتخلب في سباقات اوروبيه، ده يجيب لها ايه؟ ده يجيب لها بلف. العجله اللي بيلعبوا بيه ده ثمنه 50-60 الف جنيه وطالع لحد نص مليون جنيه. 1500 جنيه دي ايه؟ البنت واحده فيهم، البنت اللي ضربت الثانيه يا سيدي، خلاص ابوها كهربائي، يعني الراجل كتر خيره انه بيساند بنته في حاجه زي كده. ده هيجيب عجل منين ويساند حد يا سيدي؟ هتقول لي ميزانيه الرياضه دي ضعيفه، ما تعملهاش رياضه في مصر. مش لازم انت في الاخر تيجي تقول ان احنا هندي للناس فتات والاهالي واللعيبه ياكلوا بعض. ما هو ده اللي بيحصل، انت بترمي الناس في الشارع، ترميهم في الغابه يموتوا بعض. انت على فكره انت عارف قصه جنى وبتاعه دي عشان هما كانوا في الاول بس، لكن تاكد ان في جنى ومحسن ومحاسن ورا خالص موتوا بعض ورا بالسنج، بس الكاميرا بس ما جابتهمش، انه خلاص كانوا متاخر بقى في السباق، ولا ابطال ولا بتاع. لكن لو حد فيهم كان تاهل برضه كان طلع فيديوهات تانية برضه للتانية وهي بتغزها والبنت وابوها ومحاضر وقصص وخرا. رئيس الاتحاد يقول لك انا مش عارف بتاع اللعبه، يقول لك لا انا ما كنتش عارف بالواقعه دي، مش عارف كنت الواقعه دي ليه؟ حضرتك كنت فين ساعتها؟ كنت ماسك اتحاد التايكوندو مع الدراجات مع العجل؟ يعني ايه مش عارف الواقعه دي؟ يعني ايه الكلام ده اصلا؟ البنت اتاسفت لها، واحد يقول لك ما تاسف لها. طبعا انا الفيديو واضح ان البنت زقتها، يعني عشان بس ما حدش يفتكر ان انا بدافع عنها، لا البنت زقتها، ما فيهاش ولا في مقصود ولا اصل فقدت اتزانها. ليه؟ كانت بتركب قبل كده عجل بسندات واول مره تسابق بعجله عاديه، دي بنت مسابقه محترفه، فقدت توازنها مين يا عم؟ الحاج؟ عيب بقى، عيب والله. يعني احنا هنشتغل بعض. يعني ما هو ده برضو من ضمن المشاكل الاداريه، انك انت حتى الهندله بتاع ازاي بتهندل الموضوع بتتصرف معاه كارثه، رد فعل مأساوي.
مأساوي. مش ممكن يكون واحد مسؤول يعني بسم الله كده يشيل رئيس الاتحاد العجل ده كله على بعضه. والعيال دي على فكره محتاجين تأهيل بقى من تاني، دول رايحين بقى الاولمبياد بقى بالوضع ده، يعني دول غالبا دلوقتي قاعدين جوه بيفشخوا بعض هناك في المعسكرات دي كده، بيشتموا في البنت والبنت تشتم فيهم وشويه يدافعوا عنها، في انقسام جبار. طبعا دول بتوع العجله اللي رايحين هناك دول والله يعني دول لو راكبين موتوسيكلات مش هيطلعوا حتى غير الاخير. ما فيش حاجه تتحل يا معلم، مفيش حاجه تتحل غير فعلا نظام ركز فلوسك طالما قليله في كام رياضه تشتغل بيهم بجد، والباقي يقول يا جماعه ده مش هنلعبهم بنظام محترفين لان احنا ما عندناش فلوس للكلام ده، وتدي للناس ساعتها بقى الحريه بيلعب مع انديه بس ما يبقاش فيه لا منتخب ولا تجمعات ولا بزراميط، عايز يلعبها باحتراف يسافر ويفتح باب الاحتراف للناس دي. واحد بيلعب رياضه زي العجل ما عندناش عجل في مصر، يسافر يحترف بره، يسافر وخلاص. لكن تدي اللعيب 1500 جنيه ده يجيب بيهم ايه؟ ده لو هيفطر كل يوم فول من عند جاد مش هيكفوه. هتعمل ايه البنت ب 1500 جنيه؟ يعني انا عايز افهم 1500 جنيه دي هتعمل ايه في عجل؟ طب وده غالبا مش لكل اللعيبه، ده اللي في الاول بس. طب اللي في الاخر دول بقى يعني يعملوا ايه؟ البنت دي عشان تتدرب وتسبق تعمل ايه؟ لازم تمسك في تريلا ماشيه وهي راكبه العجل عشان تسبق. يعني ما فيش بقى، ما معاش فلوس لا تاكل ولا عجله كويسه، ما لهاش حل تاني بس.